فمن آذانا في هذه الأيام في ديننا؟ من منعنا من أن نقيم الصلاة؟ من منعنا من دخول المساجد؟ لا أحد. فمال بعضنا يتركون الصلوات طواعية وباختياره، ما أجبرك أحد. هؤلاء على الدين العظيم والإيمان الراسخ يحاربون ويطردون من ديارهم وهم متمسكون بهذا الدين. ومن أبنائنا وإخواننا من لم يرفع بهذا الدين رأسا، ترك الدين، ترك الصلاة، يفطر في رمضان. من آذاك في دينك حتى تترك الدين؟ لا أحد. ألا نجعل أولئك قدوة لنا في التمسك بهذا الدين العظيم والثبات على الإيمان؟ كيف لو أن أحدا جاءك وآذاك في دينك، ماذا عساك أن تقول؟ ستقول كلمة الكفر؟ كم من أبنائنا وإخواننا بل وآبائنا من لا يعرفون المساجد ولا يعرفون الصيام في رمضان، وهو مسلم محسوب على المسلمين، وهو لم يتعرض لفتنة ولم يتعرض لأذى ولم يمنعه أحد من العبادة. ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها حينما هاجرت إلى بلاد الحبشة؟ قالت: نزلنا أرض الحبشة فجاورنا فيها خير جار النجاشي، أمنا عنده على ديننا لا نؤذى ولا نخاف. كانوا يؤذون في مكة بين أقوامهم وعشائرهم فتركوهم، تركوا الديار والأهل والأوطان وذهبوا إلى مكان يستطيعون أن يعبدوا الله فيه، ركبوا البحر. كم بين مكة وبلاد الحبشة، لكنه الدين. من أخرجك من بيتك؟ من طردك من بلدك حتى تترك هذا الدين وتبحث عن الملذات والشهوات؟ من الناس من يضيع الصلوات وهو عاكف على مشاهدة مباراة لكرة القدم. مباراة لكرة القدم تضيع الصلاة. وهؤلاء بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل هذا الدين والحفاظ على الإيمان والثبات عليه. أين عقولنا أيها الناس؟ أنسينا ما بذله النبي من أجل هذا الدين العظيم؟ النبي بذل نفسه، ذاق الهوان عليه الصلاة والسلام لتكون أنت مسلما وأكون مسلما، ثم لا نعرف لهذا الدين قيمته. وهذا يترك الصلوات ويتحدث بالجوال مع الصديقات. نعم، مع الصديقات، جروبات بين الرجال والنساء، بين الفتيان والفتيات، تمر عليه الساعات، يؤذن المؤذن وهو لا يبالي. سبحان الله.